وحشتيني قوي يا حبيبتي. انت عارفه انا كنت هناك بعد الايام والساعات عشان اخد اجازه واجيلك. انت كمان وحشتني قوي يا احمد. ما قلتليش هو انت سبتي الاوضه التانيه ليه؟ لقيت دي ارخص، وخصوصي ان الفلوس اثرت معايا. قصرت معاكي؟ ما انا سايب لك اللي يكفيكي وزياده. ما اختي ريا جت هي وجوزها وعيالها، قعدوا معايا كام يوم. وسافروا ولا ايه؟ اهم ساكنين هنا جنبنا. هما ايه اللي جابهم؟ الحال دق معاهم قوي، وحسب الله قاعد بقاله مده مش لاقي شغل. طب وانت اتصرفت ازاي؟ كنت عايشه ازاي؟ اهو كنت بهلب من هنا شويه ومن هنا شويه. الحلال يا سكينه مش كده؟ حد الله ما بيني وبين الحرام. تسلمي لي يا حبيبتي. سيبك انت بقى، تعالي علشان انت وحشاني قوي. سيبني الاول لما اشوف هطبخ لك ايه عشان تتعشى بيه. ده انت تلاقيك يعني ما بتاكلش هناك. أنا أخشى إن حكاية اختفاء الستات اللي كترت اليومين دول تكون سبب في ممارسة جرائم، خصوصا يا إبراهيم أفندي إن تحرياتنا صفر. أنا بقول جنابك احتمال كثرة الصعايدة في اسكندرية ونزوحهم من بلادهم عشان لقمة العيش. عاوز تقول طار؟ لا 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 يا إبراهيم أفندي، ذكائك المرة دي خانك. الطار جريمة قتل مش اختفاء. جنابك ممكن يكونوا بيموتوا بعض وبيخفوا الجثث. المتعطلين كتروا قوي وسهل قوي استغلال ده. لا يا إبراهيم أفندي، المتعطلين الكتير دول ممكن يكونوا صعايدة لكن العقلية دي ما توصلش أصحابها أبدا لاستغلال الظواهر الاجتماعية أو الحالة الاقتصادية كستار لإخفاء الجرائم. أنا أخشى جنابك إن تكون دي البداية. جرائم الاختفاء دي وصل عددها دلوقتي 3 ستات في ال5 شهور اللي فاتت. أول حرمة كان اختفائها من 5 شهور بالظبط جنابك، والبلاغ التاني كان بعديها ب2.5 شهور، والتالت كان في الأسبوع اللي احنا فيه دلوقتي. أنت عايز توصل لي يا إبراهيم أفندي إن في شبهة جنائية ورا الاختفاء ده؟ احنا ما وصلناش لأي دليل على صحة كلامي ده. مفيش خيط قادر أمشي وراه، لكن إحساسي هو اللي بيقول كده، إنها عملية منظمة. والحالة الاجتماعية في البلاغات ال3 متشابهة؟ لا جنابك، البلاغ الأول والتاني إنهم كانوا 6 فقراء، لكن من تحرياتنا عرفنا إنهم ما كانوش بيشتغلوا، رغم إن في واحدة منهم كانت بتروح مخازن الإنجليز اللي في صحراء سيدي بشر بتسرق اللحمة الفاسدة وبتبيعها. وده ليه علاقة باختفائها؟ مش عارف جنابك، أهي معلومة ممكن تفيد في تحرياتنا. طب والتالتة؟ التالتة دي كانت حرمة متجوزة وميسورة، وما كانش ليها أعداء لا هي ولا جوزها، تقريبا ما كانش ليها أهل، مقطوعة من شجرة. وسمعتها كانت إيه؟ في ناس بتقول إنها كانت ماشية على كيفها، والتحريات لسه لم تثبت ده، وفي ناس بتقول العكس. خلاص، يبقى ممكن تكون هربت مع حد وسابت اسكندرية خالص. الجزء ده بتحليل جنابك هو اللي مخلي جوزها متلخبط ومعلومات متناقضة، عشان كده أنا ما خدتش بيها في محضر التحريات. لا يا إبراهيم أفندي، أصغر معلومة وأتفه معلومة لازم تعمل لها حساب، وما تستبعدش أي معلومة إلا لما تلاقي حقيقة عكسها. ما أنا بعمل كده جنابك، بس حاطط في اعتباري حاجتين مهمين قوي. أول حاجة إن دول مش اسكندرانية، دول صعايدة. والحاجة التانية وهي الأهم، ندرة العمل وكثرة المتعطلين مع ارتفاع الأسعار. أنت عمال تلف وتدور ورا نقطة واحدة. عايز توصل لي إن في شبهة جنائية ورا البلاغات دي؟ إحساسي كده يا فندم. طلع مخبرينك يا حضرة الضابط ولم تحرياتك من وسط الناس. احنا عايزين خيط واحد بس نمشي وراه، خيط واحد بس. ايه ده يا راجل؟ ده انت ما جبتليش حاجه. معلش يا حبيبتي، الحرب هناك ما بتديناش فرصه ننزل نشتري حاجه، الضرب شغال على طول ليل نهار. بس ما تزعليش، انا هديلك حقك ناشف. حق ناشف ده يبقى ده العادي. انا جايب لك معايا قرشين كويسين يا سكينه. كام؟ 6 جنيه ونص. كام؟ 6 جنيه ونص. خديهم اشتري كل اللي انت عايزاه. ما دريتش، مش احمد جوز سكينه رجع؟ وده رجع امتى؟ ليله امبارح.
الولية القهوجية صاحبتها دي بتكون راجع محمد. محمد يعني اكون محمد تلاقي شويه فاكهه. فاكهة ايه؟ ده بتقول لك كان شايل خور كبير. خرج كبير. يبقى احنا لنا في الحب نايم. ازاي يعني؟ الله، تقولي لاختك تجيب لك هدمه بدل الهدمه اللي على جتتك دي بقالها اسبوعين ريحتها طلعت. يا راجل حط في عينك حصوة ملح، مش كفاية عايشين على جفا ولية، كمان هنرضيها بكسوتنا. وماله؟ مش اختك؟ الله، دي ناسيه ان داخل علينا شتي وكلنا لازمنا كسوه. انت تروحي لها ولازم عبود تقابل الراجل الكمل المحترم اللي جاي محمد ده عشان يعمل معانا الانسانيه. سكينة، وشك ولا وش القمر؟ ايه يا اختي تقلتي رجلك ليه؟ ما احنا قلنا الدكان دكانك ومطرحك. كتر خيرك يا زنوبه، ده العشم برضو يا اختي. خدي شوفي دول واذبحيهم لي. عين خدي يا ام ابراهيم، اوزني دول واذبحيهم ونضفيهم. اهلا يا سكينة. ايه يا بنتي الجلابيه الحلوه دي؟ جايباها منين؟ ايه عجباكي؟ اللي عجباني. أنا عايزة واحدة زيها. جايباها بكام؟ بريالين ونص. لا يا أختي غالية، ده انت كنت جبتي قماش وفصلتيه ما كانش كلفك إلا ريال. وانا يا اختي كنت هنستنى لسه ونفصل؟ الراجل جوزي مسافر كمان كام يوم وعاوزاه يشوفني واني لابساها. قولي لي كده بقى، وانا اللي بقول واخده الفراخ دي لمين؟ كنت فاكره عندك عزومه. طب خلصيني بقى يا زنوبه، لسه يا اختي ورايا طبيخ. ولا عايزه الراجل ما يتغداش النهارده؟ لا يا حبيبتي، ده يتغدى ويتعشى كمان مطرح ما يسري يمري. ابقي افتكريني وانتي بتاكلي. فرختين نوبة واحدة. وشفتي ايه كمان يا بيت؟ وملوخية يا أما. فراخ وملوخية كمان. دي لازم بتحبه جوي. أنا جعانة يا أما. تعال اربط لك بطنك على ما خالتك تخلص الاكل. مش عايزة. لا مش عايزة. يعني هو ربط الحزام مش ارحم من الجوع. طيب عوف يا سكين. الله يعافيك. ده البنت بديعة قالت لي انك عندك عزومة، قلت اجي اساعد. عزومة ايه؟ النبي يا اختي انا فرحت قوي لما عرفت انك جبتي فرختين. والشقيان ده يا اختي ملوش نفس ياكل. سلقتيهم يا اختي ولا اسلقهم؟ لا معلش سلقتهم، تعالي انت استريحي. يا حلوة مبروك. جبتيها منين دي يا سكين؟ اهلا وسهلا. راي اختك يا سكينه صح؟ ابو المفهوميه طول عمرك مش زي ناس. نورت بيتك يا سي احمد، الف بركه يا اخوي. اهلا يا ست ريا. اما اروح اغسل وشي بشويه الميه. اجيب لك يا اخويا الميه لحد عندك؟ لا ما الميه بره كتير، كتر خيرك. بعد اذنك. اذنك معايا. امير جوزك قوي يا سكين، ده باين عليه جدع طيب. بقول لك يا اختي، البنت بديعه جلابيتها دابت عليها والشتا داخل علينا وما نمتش طول الليل من كحه الولد. النبي يا اختي انا خايفه يحصل اخوه. ما انا عارفه انت جايه ليه. خدي هاتي لنفسك فيلك ولعيالك. ما انحرمش منك يا اختي.